تعرفي ان الطريقه اللي بنغسل بيها شعرنا ممكن تكون هي السبب في تقصيف وبوظان شعرنا؟ علشان نغسل شعرنا صح، اول حاجه بنبل شعرنا كويس، وبعدين بنستخدم الشامبو على فروه الراس بس، مش بنجيبه على الشعر. ولما بنيجي نشف شعرنا هو بقى بينزل على شعرنا وينضفه. وبنعمل مساج خفيف لفروه الراس بالفينجر تيبس، مش بالضوافر خالص، وبعدين بنشف شعرنا. انا الفتره دي بستخدم بازيليك شامبو عشان مناسب للشعر المجهد والضعيف، وفي ارجان يرطب الشعر، بروتين يقوي الشعر. ستيب 2 بتكون الكونديشنر او البلسم على الشعر نفسه، مهما كان مكتوب عليه مش بنجيبه ابدا على فروه الراس. البلسم وظيفته ان هو يفك التشابك ويرطب الشعر، ومهم ان احنا نسيبه على شعرنا 5 دقايق قبل ما نشطفه. بذلك الكونديشنر فيه زيت ارجان وزبده شيا علشان يرطبوا الشعر، وبروتين يقوي الشعر. لو شعرك جاف هتحتاجي تضيفي ستيب كمان اللي هي حمام الكريم. بعد ما نغسل شعرنا تيجي ستيب 3 خطوه الليف ان، نختار مناسب لشعرنا. انا بستعمل السيرم بتاع بازيليك عشان فيه ارجان وبروتين، بيرطب الشعر ويديله لمعه ويحميه من عوامل الخارجيه. قولوا لي بقى، بتغسلوا شعركم صح ولا لا؟